حي الزمالك معروف إنه حي راقي، وإن كل الناس اللي ساكنين فيه ناس غنية أو معظمهم، وإن البيوت اللي موجودة فيه بيوت نظيفة وراقية. بس ده جانب انتوا بس اللي تعرفوه، إنما الجانب التاني محدش يعرفه خالص. والجانب ده اسمه المنزل الأحمر. تخيل معايا لو انت ماشي في شارع من حي الزمالك وعينك جت على بيت باهت جدا واللون بتاعه مايل للأحمر، الشبابيك بتاعته مكسرة ومقفولة بخشب، والباب بتاعه متسمر بسلاسل مصدية. الناس اللي حواليه والناس اللي ساكنين في الحي كل ما يجوا يمشوا خطوتهم بطيئة جدا وعادي. أول ما يجوا قدام البيت الخطوة تتسرع ويجروا بسرعة كأن في حد هيقبض روحهم من عند البيت. البيت ده اتبنى في أوائل العشرينات وكانت تمتلكه عيلة غنية جدا، لكن بعد فترة قصيرة باعوا البيت ومشيوا وسابوه، محدش يعرف ليه. في قصص قالت إن البيت ده حصلت فيه جريمة قتل، وإن راجل قتل مراته عشان كان على خلاف معاهم. وفي ناس تانية بتقول إن البيت ده ملعون، وإن البيت ده أي حد أيا كان هو مين بيدخله ما بيخرجش تاني نهائي. أول جريمة حصلت واتسجلت من البيت ده كانت لست عجوزة ساكنة في الدور التاني. الناس صحيوا في يوم لقوها ميتة تحت البلكونة. الحكومة قالت إن الست دي ماتت منتحرة، بس الناس قالت إزاي وإن البلكونة أصلا متقفلة بحديد، يعني أصلا محدش يعرف يخترقها. دي كانت أول حاجة أثارت استغراب الناس وخلت الناس تثير الشكوك حوالين البيت. برضه ما وقفش لحد كده، لكن في عصرنا الحديث وفي سنة 2010 مجموعة شباب كانوا بيعملوا فيلم رعب، حبوا يدخلوا البيت ده وجابوا كاميرا ودخلوه بالليل. الكاميرا سجلت أصوات أقدام بتمشي على الأرض، لكن كصورة مفيش أي حاجة. وواحد من الفريق ده كان بيحس إن في إيد بتشده من التيشيرت، كل ما يبص ورا ما يلاقيش حاجة، يرجع يبص تاني، يمشي خطوتين يلاقي إيد بتشده من التيشيرت، يبص ورا ما يلاقيش تاني. بعد الفيديو اتنشر على النت وقعد فترة صغيرة وبعد كده اتمسح وكأن حد شاله عمدا. بعد كده الحكايات كترت عن البيت ده، وإن في أوائل السبعينيات مجموعة شباب حبوا يتحدوا بعض ودخلوا البيت ده وطلعوا الدور التاني. أول ما طلعوا سمعوا صوت ست بتعيط وبتصرخ في قلب أوضة مقفولة. واحد منهم حب يفتح باب الأوضة، اتزق جامد واتخبط في الحيط. الشباب ساعتها جريوا، لكن الشاب ده من ساعة ما الحادثة دي حصلت معاه فقد النطق تماما، مبقاش يتكلم مع حد. لكن أول ما عاد لطبيعته قرر إنه ما يتكلمش عن الحادثة اللي حصلت دي نهائي. البيت ده ما وقفش لحد كده. في أوائل التسعينيات برضه عامل نظافة في عز الشتاء حب يختبئ من البرد في قلب البيت ده، لكن الناس لما صحيوا تاني يوم لقوه قاعد في الشارع شكله مرعوب جدا، ملامحه حادة، صوت عمال يترعش. وقالوا إن أول ما دخل البيت ده الحيطان اتحركت وإن في ست واقفة عمالة تبصله بصات غريبة جدا. بس الغريب في الموضوع إن عامل النظافة ده بعد أيام قليلة جدا من الحادثة دي مات، وكأن مفيش حاجة حصلت، يعني ولا حصلت له حادثة ولا مات في مرض، مات موتة عادية خالص. أحداث كتير اتقالت عن البيت ده، منهم إن ست ساكنة في الحي ده وست ساكنة من زمان قوي بتقول إن كل ما بتمشي بتسمع أصوات غريبة، بتسمع صوت ست بتعيط، وناس تانية بتسمع صرخات، وإن بيبان البيت ساعات بتتهز. المعروف عن البيت ده إن أي حد بيدخله ما بيخرجش، ولو خرج بيخرج على مصحة نفسية أو بيقعد أيام قليلة وبيموت. بس السؤال هنا، لو أنت ماشي في مرة وعينك جت على البيت ده فجأة كده، هل هتجرب وتدخل ولا خطواتك هتبقى سريعة زي باقي الناس التانية؟ فكر وقول لي في التعليق.